واخيرا بعد طول انتظار يا صديقي مرحلة تالتة بدأت، وبدأ معاها أسئلة طلاب كتير جدا، زي طلاب الدور التاني اللي بيسألهم هل احنا هنبقى مع طلاب المرحلة التالتة؟ وهل ان انا شايل دور تاني يخلي الطالب اللي نجح من أول مرة ليه فرص أحسن مني ولا لا؟ وطلاب المرحلة الأولى والمرحلة التانية اللي لسه ما نسقوش وتخلفوا عن التنسيق بتاعهم بيسألوا برضه هل احنا هنقدر ننسق في المرحلة التالتة ولا لا؟ والطلاب اللي نسقهم فعلا في المرحلة الأولى أو المرحلة التانية بس جالهم استنزاف رغبات بيسألوا برضه هل ينفع ننسق في المرحلة التالتة يا طارق ولا لا؟ وهل في أصلا كليات في المرحلة التالتة ولا كلها معاهد؟ وهل المعاهد دي حلوة ولا وحشه؟ اسئله كتير جدا يا صديقي بتدور دلوقتي في افكار طلاب كتير، وكتير منهم بعت لي على الانستجرام بيسالني اكتر واكتر عن المرحله الثالثه. وعشان يا صديقي انت صديقي الجميل اللي بحبه اللي ما اقدرش ابدا ابدا اسيبه كده حيران وتايه، قررت اعمل لكم حلقه النهارده. فلو عايزين تعرفوا اكتر عن المرحله الثالثه يبقى لازم تتابعوا الحلقه دي للنهايه. انا طارق صادق وانت منورني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم فيديو جديد. معاكم طارق صادق. بفكركم إن إحنا هنا في القناة بنقدم لك محتوى مفيد بشكل بسيط وخالي من كل الكلاكيع، فما تبخلش عليا باللايك الحلو بتاعك وكمان السبسكرايب. ويلا بينا يا أبطال، تعالوا نتكلم عن طلاب المرحلة الثالثة. أول حاجة كده معانا هي المرحلة الثالثة دي أصلا يا طارق مين اللي ليه فيها؟ هقول لك إن أول نوع معانا هم طلاب المرحلة الثالثة نفسها، الطلاب اللي ما جابوش مجموع ولا المرحلة الأولى ولا المرحلة الثانية رغم إن هم ناجحين. تاني نوع معانا هم طلاب المرحلة الأولى أو طلاب المرحلة الثانية اللي تخلفوا عن ان هم يعملوا الرغبات بتاعتهم في المراحل بتاعتهم. يعني انا طالب مرحله تانية فتح الباب بتاعي ان انا احط رغباتي وقفل الباب وانا ما حطيتش رغباتي، فساعتها بنزل مرحله ثالثه انسق فيها. وكمان طلاب الدور الثاني اللي هو يبقى جايب مثلا 90% بس مش هيقدر يدخل مرحله اولى او مرحله ثانيه لان هو دور ثاني، فدول بيدخلوا برده في المرحله الثالثه. وخلي بالكم دول ليهم قصه ثانيه خالص، ان هو ممكن ينسق في المرحله الثالثه بعد كده بيروح يحول علشان هو مجموع جايب كليه ثانيه كبيره ما ظهرتلوش في المرحله الثالثه، ويبقى يعني حوارات كتير جدا ممكن ابقى اعمل هاف لايف ونتكلم عنها او ابقى اعمل لها حلقه مخصوص عشان انا عارف ان انتوا برضه بتبقوا قلقانين جدا وقاعدين على اعصابكم. الحد الادنى يا صديقي للمرحله الثالثه دي هي 50%، يعني حوالي 205 درجه، وده لطلاب العلمي وكمان طلاب الادبي. طب هتبدا امتى بقى يا طارق المرحله الثالثه وهتقفل امتى؟ هقول لك يا صديقي ان هي بالفعل وانت بتتفرج دلوقتي هي بالفعل فتحت من بدري لطلاب المرحله الثالثه، وباقي الطلاب بقى اللي هم المتخلفين الاولى والثانيه، مش قصدي هنا ان هي شتيمه، لا هم تخلفوا يعني سابوها. هتستمر يا صديقي المرحله الثالثه من اول النهارده اللي هو يوم الاربعاء الموافق 30/8 لغايه يوم الجمعه 1/9. بس في كلام مهم جدا الوزاره قالته على الصفحه الرسميه بتاعتها بخصوص التوقيت ده، قالت ان الميعاد ده لطلاب المرحله الثالثه نفسهم اللي ناجحين من اول مره، طلاب الدور الاول عادي، وكمان الطلاب اللي تخلفوا من المرحله الاولى او المرحله الثانيه او اللي استنفذوا رغباتهم. لكنهم ما ذكروش خالص طلاب الدور الثاني. لكنهم برضو قالوا شيء مهم جدا يا صديقي، وهو ان النتيجه مش هتعلن غير لما طلاب الدور الثاني تحط رغباتها، فيمكن طلاب الدور الثاني هيبقى لهم ميعاد لوضع الرغبات بتاعتهم بعد 1/9، لسه هنشوف. فانت لو دور تاني ادخل كده شوف هل هو مفتوح لك ولا مش مسموح لك دلوقتي، بس اعتقد ان هو مش مسموح لك دلوقتي، وانا متعود دايما ان هم كلهم بيبقوا في نفس الوقت، فانا مش عارف في ايه السنه دي ولا ده بقى له كام سنه وانا اللي مش واخد بالي. وهنا بيجي سؤال مهم جدا يا صديقي، هو التنسيق ده يا طارق بالاسبقيه؟ يعني دلوقتي انا طالب دور تاني وجا واحد صاحبي ناجح من الدور الاول، هل هو يلحق كليات وانا ما الحقش لانه الناس قبلي؟ هقول لك لا يا صديقي، لان هو مش سباق. هي الفكره كلها يا صديقي ان التنسيق بيتم على اساس وعلى حسب انت جايب كام. فلو انت جايب اكتر من صاحبك ده سواء هو نسق قبلك ب 60 يوم برضه طالما انت جايب اكتر منه كمجموع هتدخل كليات احسن منه، او تنسيقك هيبقى يعني احسن منه، تختار براحتك اكتر منه لان انت سابقه في الدرجات. فهو المقياس بتاعنا هو تنسيقك قد ايه، مش انت نسقت امتى. وطبعا انا عملت حلقه كامله يا صديقي عن يعني ايه تنسيق وبيتعمل ازاي وبيتم ازاي ويعني ايه مرحله اولى وثانيه وثالثه وبتفرق ايه والدور، كل الكلام ده انا متكلم عنه فيديو كامل هسيبه لك تحت في الديسكربشن اللي هو وصف الفيديو تحت الفيديو. وانت تحت ما تنساش تعمل لايك، يعني مش عارف انت ازاي لسه لغايه دلوقتي بتتفرج على الفيديو يا صديقي ولا عملت لايك ولا عملت سبسكرايب ولا نزلت حتى دعيت لي تحت في التعليقات، يعني دعمني كده بلايك. ودايما يا صديقي بيجي لي سؤال مهم جدا من طلاب المرحله الثالثه، هو في كليات يا طارق في المرحله الثالثه ولا معاهد بس؟ وهي المعاهد دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ انا مش فاهم حاجه. هقول لك يا صديقي ان في نزل كليات للمرحله الثالثه، واهمهم هي كليات تربيه نوعيه وتربيه رياضيه وكليه سياحه وفنادق وخدمه اجتماعيه وكليه الاداب وكليه التربيه وكليه الحقوق، ونزل معاهد كتير جدا يا صديقي. وبخصوص المعاهد عايز اقول لكم ان مش كل المعاهد وحشه ومش كل المعاهد حلوه ومش كل المعاهد معتمده اصلا. وعشان تعرفوا الجامعات المعتمده والمعاهد المعتمده عشان بيحصل بعد كده نصب، هتدخل على صفحه الوزاره هتلاقيهم سايبين بوست كامل
في كل الجامعات والمعاهد المعتمده في مصر. في اي جامعه تدخلها او معهد تدخله وشاكك فيه، روح البوست ده شوف هل هو موجود اسمه ولا مش موجود. لو موجود ادخل وانت مطمن، لو مش موجود اعرف ان الناس دي نصابه وما تدخلش المعهد ده او الكليه دي. هحاول برضه اسيب لكم البوست ده تحت في وصف الفيديو يا صديقي. وعايز اقول لكم ان في معاهد كتير جدا حلوه، وفيهم معاهد تقدر من بعدهم تدخل كليات وكليات كويسه جدا. فدي مش نهايه الطريق يا صديقي صدقني. وانا ان شاء الله هحاول اعمل لكم هنا حلقه عن المعاهد واهم المعاهد واحسنهم الموجوده، والمعاهد دي ممكن توديك كليات زي كليات ايه. ما تقلقش يا صديقي، طول ما انت متابعني هنا كل اللي انت عايزه هتلاقيه من عينيا الاثنين. طب تمام يا طارق، انا دلوقتي عايز انسق، اعمل ايه بقى؟ اول حاجه يا صديقي هتدخل على موقع التنسيق، يعني كل اللي هتعمله هتدخل على جوجل تكتب تنسيق، هيجي لك اختيار اول كده واحد اللي هو الموقع بتاع التنسيق، افتحه. هتلاقي دلوقتي متاح التنسيق لطلاب المرحله الثالثه، اضغط عليه. بعد كده هيفتح لك صفحه فيها تنسيق المرحله الثالثه الان، اضغط عليه. بعد كده هيطلب منك شويه بيانات زي رقمك السري ورقم الجلوس وغيرهم. بتدخل البيانات دي وبعد كده بتتاكد من البيانات اللي هتظهر لك اللي هو اسمك وادارتك التعليميه وكل حاجه. بعد كده بتدخل تنسق، هتلاقي عندك 75 رغبه يا صديقي، طبعا بتختارهم بعنايه. وفي ملحوظه مهمه جدا عايز اقولها لك في الحته دي، في طلاب ما بتبقاش عايزه معاهد وعايزه كليه معينه، فبتدخل تكتب الكليه دي في ال 75 رغبه، او بتمسك كليتين ثلاثه وتوزعهم على ال 75 رغبه، وانت مثلا بتبقى جايب 50% بالظبط. فانت عارف اصلا يا صديقي ان فرصتك ان انت تتقبل في كليه، عشان نبقى واضحين وصريحين، صعبه. فما ينفعش تكتب لي كله كليات وما تكتبش معاهد، كده للاسف هيجي لك استنفاذ رغبات، يعني هيقول لك كل الرغبات اللي انت جايبها دي مفيش حاجه فيهم على مقاسك، يبقى انت كده بتودي نفسك في داهيه يا صديقي. فحاول تشوف تنسيقات السنه اللي فاتت ونسق حاجات قريبه منها، ورتب ال 75 رغبه باهتمام وتركيز، حط فيهم كليات وحط فيهم معاهد بس بالترتيب يا صديقي، علشان ما يجيلكش استنفاذ رغبات. اللهم قد بلغت اللهم فاشهد. وطبعا لو انت عايز تعرف ازاي ممكن تنسق بنفسك ومن غير مساعده من حد ولا تدي بياناتك لحد، هتلاقينا عملنا هنا في القناه فيديو كامل عن ازاي تكتب رغباتك خطوه بخطوه. الفيديو ده برضه يا صديقي هسيبه لك تحت في وصف الفيديو. يبقى انت في وصف الفيديو كده لازم بعد الحلقه تنزل تفتح الكلام المكتوب تحت الفيديو، هتلاقي فيه فيديوهات انا عاملها قبل كده. الفيديوهات دي مهمه جدا ليك. وكمان لو انت محتار ما بين الكليات، هتلاقي ان اغلب الكليات اللي نازله في المرحله الثالثه اتكلمنا عنها هنا في القناه، زي كليه الاداب وكليه الحقوق وغيرهم. ولسه ان شاء الله هعمل لكم هنا فيديوهات عن كليات ثانيه لسه ما عملتلهاش، زي كليه التربيه النوعيه اللي هي بالمناسبه تعتبر احسن كليه موجوده في الكليات بتاعه المرحله الثالثه، بجانب طبعا اداب وحقوق وباقي الكليات. لكن تربيه نوعيه من الكليات اللي بتلحق الطلاب، لان تنسيقها بيكون اقل من الباقي بشويه، وفرصتها برده كويسه واقسامها كتير، وهنتكلم عنها في حلقه لوحدها ان شاء الله. فانت تروح تشوف الفيديوهات اللي احنا عملناها عن الكليات، وتستنى الفيديو بتاع المعاهد والفيديو بتاع تربيه نوعيه عشان تقدر تقرر، وانا ان شاء الله مش هتاخر عليكم فيه. وحتى لو انت كنت نسقت فانت هتروح برضو تسمع علشان تبقى عارف دلوقتي الكليه اللي انت داخل عليها عامله ازاي. فاهم حاجه يا صديقي، اهم حاجه، انزل دلوقتي اعمل لايك للفيديو ده وتابعني وفعل زرار الجرس عشان كل الحلقات دي توصلك ان شاء الله. وعايزك تعرف يا صديقي في نهايه الحلقه ان النجاح شخص مش كليه ومش معهد. يعني انت ممكن تبقى طالب دخل معهد وصاحبك دخل كليه، بس انت عندك اصرار على النجاح، انت تنجح وصاحبك ده كان رايح يضيع وقته فما ينجحش، يبقى كده اللي دخل معهد احسن من اللي دخل كليه. وممكن برضو العكس، ممكن واحد يدخل معهد ويسيب نفسه ويلعب، وواحد يدخل كليه بس كليه مش قويه زي ما الناس فاكره يعني ويشد حلو فيها، ساعتها ده هينجح والتاني اللي دخل ولعب مش هينجح. فالموضوع صديقي مش متوقف انت دخلت كليه ايه او معهد ايه، الموضوع كله متوقف يا صديقي على ان انت شخص عايز تنجح ولا شخص هيسيب نفسه. فشد حيلك يا صديقي وربنا يكبر بخاطرك ويعينك ويقويك. ولو عندك اي سؤال او اي استفسار اكتبوا لي تحت في التعليقات وهرد عليه ان شاء الله في اقرب وقت، او هعمل له حلقه كامله لو لقيت ان الموضوع يستاهل. وهبدا اعمل لكم اكتر من لايف واكتر من بث مباشر عشان اللي عنده سؤال يسالني واجاوب عليه على طول. طبعا لو عايزين تدعموا القناه فرقم فودافون كاش موجود تحت في وصف الفيديو، وممكن كمان تدعمنا بكلمه طيبه تكتبها لنا تحت في التعليقات. ولو مكمل الحلقه للنهايه انزل اكتب لي تمت بحمد الله عشان اعرف مين صحابنا اللي بيتابعوا الحلقات بتاعتنا للنهايه. اتمنى يا صديقي كده المرحله الثالثه تكون واضحه ليكم وتكونوا فهمتوا كل حاجه انتوا داخلين عليها دلوقتي، واتمنى الحلقه تكون لطيفه وخفيفه وتكونوا اتبسطتم. كان معاكم طارق صادق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.